كل طرق الربح من الانترنت في 2025 في اقل من 15 دقيقه. لو ما تعرفش انا مين، فانا اسمي مطر. الحمد لله اشتغلت اونلاين وكسبت وجربت كل طرق الربح حرفيا لحد ما عرفت الخريطه الكامله للربح الاونلاين في 2025. في الفيديو ده هقول لك كل طريقه ببساطه وايه المناسب ليك من حيث وقتك ومهاراتك. يعني هتطلع من الفيديو ده وانت عندك خطه لعب كامله عشان تكسب اونلاين. لو ما عرفتش الطرق دي فانت هتندم وهتفضل طول عمرك عايش فقير وتعبان ماديا. انا مش قصدي اضايقك خالص، بس انا عايزك تفوق للحقيقه. فيلا بينا على طول على الفيديو. انا فاكر بالظبط من 3 سنين كانت كل حياتي متدمره، والكلام ده على كل المستويات. يعني كان على المستوى النفسي والجسدي وكمان المادي. وكمان على الجانب المادي كانت الدنيا عندي واقعه جامد، لحد ما حصلت لي حاجه خلتني افوق لنفسي واخد بالي اني بضيع ومعيش اي فلوس. وقلت افتح الانترنت كده واشوف ازاي ادخل دخل ثابت واكبره مع الوقت. والصدمه بالنسبه لي في وقتها ان لقيت مليون طريقه للربح اونلاين، ومفيش حد يقول لي بالظبط اجرب ايه وما اجربش ايه، وايه اللي هينفع وايه اللي مش هينفع، واللي هينفع ده ازاي اعمله اصلا. فكان لازم عشان احسم كل الكلام ده اجرب بنفسي كل حاجه حرفيا. ومش بس اجرب، لا ده انا هشوف المتخصصين في كل مجال وهعمل زيهم بالظبط واتعلم منهم. فانا بقى جاي في فيديو النهارده اختصر عليك الثلاث سنين اللي فاتوا، وهقول لك بس كل الطرق اللي نجحت معايا وازاي تطبقها صح. بس عشان ما اكدبش عليك الفيديو مش هستعمل كل التفاصيل عن كل مجال. فلو عايز تعرف تفاصيل كل مجال وتعرف الاسرار اللي انا استخدمتها والاساليب اللي استخدمتها في كل مجال، سيب لك تحت جروب الواتساب. هعمل هناك فيديو كولز كل اسبوع وهكلمك شخصيا وهشاركك كل الاسرار وهقول لك تعمل ايه بالظبط. وكل ده مجانا وما فيهوش اي حاجه مدفوعه. فالحق ادخل واستعجل عشان تكسب اول دولار ليك قبل نهايه السنه. ويلا بينا على الطرق الناجحه. بس اول طريقه معانا وهي البيع او السيلز. البيع هو من افضل الطرق اللي ممكن تعمل بيها فلوس اونلاين، وكمان تعمل فيها فلوس كتير. ولكن معظم الناس بيعملوه غلط ومش فاهمين المبادئ بتاعت البيع الاساسيه، عشان كده مش بيحققوا مبيعات كبيره او كتيره. طيب هو اصلا هنبيع ايه؟ دول افضل 3 حاجات ممكن تبيعهم اونلاين. رقم 1 منتج. ولو ما عندكش اي منتج فانت هتروح لاي مكان تاخد منه المنتج وتحاول تقلل في السعر معاه، تاخد المنتج ده تبيعه اونلاين وتحط السعر اعلى شويه. تاني، يعني انت لو ما عندكش منتج هتبيعه فانت هتروح لاي مكان بيبيع منتجات الى حد ما سعرها رخيص، هتحاول كمان تقلل معاه في السعر وتروح واخد المنتج ده تبيعه اونلاين وتحط نسبتك على المنتج. الموضوع ده سهل ومش هياخد منك اي مجهود. كل الفكره هو ازاي هتعرف تبيع صح. رقم 2 وممكن تبيعها برضه، خدمه اونلاين. ايه الخدمه الاونلاين دي؟ ببساطه هي اي مهاره ممكن انت تتقنها تقدر تبيعها. طب ايه هي المهارات اللي ممكن تتقنها ومطلوبه في السوق؟ رقم 1 عندك الجرافيك ديزاين، عندك الفيديو اديتنج، عندك السكريبت رايتنج. والثلاثه دول ممكن تقدمهم لاي صانع محتوى على اليوتيوب او على تيك توك او على الانستجرام. عندك الميديا باينج، عندك كونتنت كرييشن، كمان معاهم الانجليش. فانت حرفيا عندك كذا مهاره ممكن تتقنها وتبيعها كمنتج او كخدمه. لو ما عندكش اي خدمه تقدر تقدمها فكل اللي انت هتعمله هتروح على اي موقع فريلانس، هتجيب فريلانسر من هناك. موقع الفريلانس زي اب وورك، زي فايفر، زي خمسات. هتجيب فريلانسر من هناك وبعد كده تجيب عميل طالب اي خدمه من الخدمات اللي انت هتعملها دي، زي الفيديو اديتنج مثلا. تروح انت فاهم طلب العميل كويس، تروح قايله للفريلانسر، فريلانسر ينفذه لك، توديه للعميل وتاخد نسبتك. بالظبط كده عامل زي السمسار. شفت انت السمسار العقارات بيعمل ايه بالظبط؟ بيروح يجيب اللي عايز يشتري ويروح يجيب البايع ويوصلهم ببعض وياخد نسبته. ده بالظبط اللي انت هتعمله لو ما عندكش اي منتج او ما عندكش اي خدمه. ومن احسن القنوات اللي بتعلمك البيع هي قناه أليكس هرموزي. حرفيا هيعلمك البيع من الصفر وازاي كمان تماركت لنفسك. ولو يا عم عطلت في اي حاجه في البيع كلمني على جروب الواتساب وانا هتواصل معاك. الطريقه الثانيه برضو اللي ممكن تكسب بيها اونلاين وهي طريقه الفريلانس. لو انت ما تعرفش يعني ايه الفريلانس فانت باختصار بتبقى شغال لوحدك ولحساب نفسك. والموضوع ده فيه مميزات وفيه عيوب. واحده من المميزات اللي انا بشوفها مهمه جدا 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 وهي انك مش ملزم بمكان ومش ملزم بوقت ولا حتى مدير يضايقك. بس مشكله الموضوع ده ان دخله مش مضمون ومش ثابت، وده موضوع خطير جدا لو هتعتمد عليه بشكل اساسي. وبصراحه انا شايف ان هو مناسب جدا لشخص شغال طول اليوم 9 ساعات او 10 ساعات، يجي بالليل يقعد له ساعتين يعمل منهم فلوس. ولو عملت فعلا الموضوع صح هتحس انك مرتاح من الناحيه الماديه. واحده من اشكال الفريلانس اللي انا كنت لسه متكلم عليها وانك تروح لاي موقع عمل حر زي اب وورك، زي فايفر، زي خمسات، وتقدم على شغل مناسب ليك ولمهارتك. قبل ما اقول لك على رقم 3 فانا عندي هدف ان اوصل 1000 مشترك على الشانل هنا. فانزل اعمل سبسكرايب واكتب لي كومنت حلو. ومن هنا بقى نروح لرقم 3. رقم 3 هو الذكاء الاصطناعي او الاي اي. ادوات الذكاء الاصطناعي بقت كتيره ومنتشره اليومين دول، وفي منها المجاني وفي منها المدفوع وفي منها اللي بيديك فتره مجاني وبعد كده بيكون المصدر مدفوع. وبصراحه عن تجربه المصدر المدفوع احسن مليون مره. بس ده مش معناه ان المصدر المجاني مش هتقدر تطلع منه فلوس او على الاقل يسهل لك شغلك. طيب ايه اللي هتخلي الذكاء الاصطناعي يساعدك فيه او يعمله بنفسه؟ هو انك تخلي الذكاء الاصطناعي يعمل لك مهاره انت ما تعرفهاش
او يساعدك في مهاره انت تعرفها. يعني مثلا هتروح لشات جي بي تي، لو انت ما تعرفش ان انت تكتب سكريبت خالص، فانت هتخليه يكتب لك السكريبتات، وتروح واخد السكريبتات دي عارضها لاي صانع محتوى، تمسك كل صناع المحتوى تبعت لهم كل ايميلز وتعرض عليهم كل السكريبتات دي. انا متاكد جدا ان في واحد او اتنين هيكلموك، وساعتها بقى انتوا تتواصلوا مع بعض وتعمل انت السكريبتات بنفسك وتخلي شات جي بي تي يساعدك. بلاش تخلي شات جي بي تي هو المصدر الاساسي ان هو يكتب لك السكريبتات، حتى السكريبتات بتاعته ما بتكونش واقعيه، فانت هتحط بس اللمسه بتاعتك اللي مش هتاخد منك بالظبط 10 دقائق. لو يا عم مش عايز تعمل سكريبتات، فانت هتخلي اي موقع بيعمل صور زي ايدوجرام او حتى شات جي بي تي يجنريت صور بالاي اي. بعد ما تخلي ايدوجرام او شات جي بي تي يجنريت الصور دي، تروح واخد الصور دي وترفعها على مواقع بتحاسبك على الصوره. في مواقع بتحاسبك على الصوره مجرد ما بترفعها، وفي مواقع بتعمل حركه تانية ذكيه، واللي هي ان كل تحميله للصوره دي انت هتاخد نسبه فلوس، والفلوس دي طبعا بالدولار. كل اللي انت هتحتاجه تجنريت صور كتير وترفع على المواقع دي، تجنريت وترفع، تجنريت وترفع. يعني حرفيا انت ولا بتعمل الصوره ولا بتصورها، وحرفيا بتلم فلوس بس. سيبك من الصور خالص، نروح على الفيديوهات. برضه تجنريت فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وترفعها على المواقع دي، او تفتح قناه يوتيوب وترفع برضو عليها فيديوهات بالذكاء الاصطناعي. مجرد ما تحقق شروط الربح هتبدا تربح من اليوتيوب. او لو انت بتعمل محتوى اصلا، فانت تجنريت فيديوهات بالذكاء الاصطناعي وتحطها في المحتوى بتاعك عشان تظهر بشكل احترافي اكتر. حرفيا انا عايزك مع الذكاء الاصطناعي اليومين دول تتشقلب معاه، تتشقلب بمعنى كلمه تتشقلب، لانه سهل تعمل منه فلوس في سنه 2025 ومتاح لكل الناس ومش هياخد منك اي وقت. الطريقه رقم 4 وهي الفليبنج. الطريقه دي بقى حوار تاني. لو ما تعرفش يعني ايه اصلا فليبنج، فانت بتروح تشتري حاجات مستعمله وتظبطها وتروق عليها وتروح بيعها تاني. او لو عندك انت حاجات خلاص مش عايزها، بتظبطها وتروق عليها، تظبط اي غلط فيها او اي عيب فيها وتروح بيعها تاني بسعر اعلى. هديك مثال يسهل عليك. اعتبر نفسك رحت اشتريت ازازه مستعمله بجنيه، ورحت مروق على الازازه وغاسلها ومنضفها، فهتروح بيعها ب 3 جنيه، علما بان سعر الازازه الاصليه ب 6 و7 جنيه. فخلي بالك، اوعى بعد ما تنضف على المنتج او تروق عليه تبيعه بنفس السعر الاصلي بتاعه او الجديد. مفيش حد عبيط، احنا بس بناخد الحاجه المستعمله بنروق عليها ونحط عليها نسبتنا. حلاوه الموضوع ده انك بتحس انك تاجر كده وبتدور فلوسك صح، مع ان على حسب الحاجه اللي انت بتشتريها ممكن ما تكونش نسبتك كبيره، بس خد بالك الموضوع ده لما بتعمل غلط بتخسر فلوس منه. الفليبنج ميزته ان هو مناسب لاي شخص معاه شويه فلوس وعايز يدور. طبعا انت تقدر تعمل الموضوع ده في العربيات، في اللبس، في الشوز، في الساعات، كل حاجه. لو طبقت موضوع الفليبنج صح فانت هتضاعف فلوسك حرفيا من غير ما تحس. بس كده يا سيدي، دي كل الطرق اللي كانت معانا النهارده. اتمنى تكون استفدت، ولو عايز تستفاد اكتر خش شوف الفيديو ده.